السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي شخبار، حلقة جديدة ومثيرة وغريبة في نفس الوقت. عن من بنتكلم وشين هي الحلقة؟ خلكم معاي لبعد الفاصل. اهلا فيكم اخواني واخواتي مرة اخرى. طبعا حلقتنا لهذا الاسبوع بنتكلم فيها عن شخص انقلابي، وللاسف الشديد لاحظنا تغربه الى بعض المسؤولين في هذه الدولة. هذا الاسبوع اللي طاف الكل قام يتكلم عنه، صور طلعت، صور تبطل كبد، صور قهرت ناس وايد، مواضيع مثيرة مهمة، تاريخه الاسود، ايش سوى ايام السبعينات وايش سوى في الثمانينات والتسعينات وايش سوى ايام ازمة البحرين. كل ذي راح نتكلم عنه في التقرير الجاي. خلكم معاي لبعد الفاصل في التقرير البسيط، وان شاء الله برجع لكم بعد التقرير وبشرح لكم بعد كم من نقطة. الخائن الكبير مجيد العلوي مدير الانقلاب الرافضي في البحرين. خطورة مجيد العلوي. سبق أن حذر البعض من خطورة هذا الرجل الذي يعد أحد أكبر من أنجز وسعى لإنجاح المؤامرة الأخيرة ضد بلده البحرين، فهو الذي عمل ليلا نهارا من أجل هذا اليوم الذي يتمكن فيه هو ورفاقه من إحداث الانقلاب على النظام في البحرين وتسليمه لإيران. ولسنا بصدد سرد التاريخ الأسود لهذا الشخص، ولكن يكفينا أن نعلم بأنه أحد أصحاب السوابق في فترة التسعينات وأحد قيادات تلك الثورة، فتم نفيه لبريطانيا، ومن هناك قام بالعمل على تفويض الدولة إلى أن تم العفو عنه في العهد الإصلاحي. وليت ذلك لم يحصل، بل تم إكرامه وتصعيده لدرجة وزير في وزارة أهم عملها كان التوظيف والعمالة. فسال لعاب مجيد لاستلام حقيبة تلك الوزارة، ولم يضيع تلك الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب. ومن هنا بدأت مؤامراته، ورغم انتقادات الشيعة المتكررة له كونه باع نفسه وخان دعوتهم. ولاحظ بأن تلك الدعوات صدرت من العوام فقط وليس من القيادات، لأن القيادات كانت تعلم بمخطط مجيد الجهنمي ووافقت عليه، وربما انتقدوا بعض سياساته علنا، ولكنها لعبة سياسية مكشوفة. بدأ مجيد العلوي مخططه بتوظيف أكبر قدر ممكن من الشيعة الصفويين في وزارة العمل حتى يهيئ الأرضية اللازمة له للاستمرار في مخططه دون قيود، فوظف ما يزيد عن 70% من الشيعة في تلك الوزارة. بعد نجاح الخطوة الأولى وتهيئة الأرضية اللازمة لبدء العمل، كان لابد من مجيد أن يبدأ في نشر قواته الموالية لولاية الفقيه ولمخططه في شتى المؤسسات والشركات الحيوية. فأسس شركة ساهمت في نقل زبانيته تلك النقلة، ومكنته من ذلك أفضل تمكين لغرض تطوير وخدمة العمال، وهي شركة تمكين. ولاحظوا الاسم الذي اختاره مجيد، فهي الشركة التي ستمكن الشيعة من الصعود والتفوق. فكان له ما أراد، فالغالبية العظمى من العمال المنظمين تحت لواء تمكين هم من الشيعة، وأفضل الخدمات تقدم لهم، وهم مقدمون على السنة في المعاملة والمفاضلة. وإمكانكم التحري لمعرفة عدد الشركات الشيعية الصغيرة التي استفادت من تمكين مقارنة مع الشركات السنية. ونجح هذا المخطط، فارتفع عدد الموظفين الشيعة في شركات بابكو وألبا وطيران الخليج إلى ما يقارب 80% في عهد مجيد، وهناك نسب متقاربة في شركات أخرى. لم يكتفي مجيد بهذا، بل تم تكليفه بإدارة هيئة تنظيم سوق العمل التي قام فيها بجهود جبارة لتعيين الشيعة، فعين المجرم الآخر علي رضا رئيسا تنفيذيا على الهيئة ليقوم بهذا الدور. فتم توظيف ما يقارب 75% من الشيعة، ثم بدأ مجيد ورضا
في إصدار قرارات غريبة، منها ضرورة بحرنة الوظائف، فمع كل 4 أو 5 عمال يقابلهم بحريني وأكثر، وهو يعلم بأن أغلب العمال هم من الشيعة، فكان هذا القانون يطبق على الشركات السنية فأجبرت على قبول العمال الشيعة. اقتراح نسبة 1% كعلاوة تعطل، والتي تذهب جلها للعاطلين الشيعة. كان مجيد يأمر بأن تعرض على السنة أصعب وأقل الوظائف كفاءة ومرتبة حتى يرفضوا الوظائف فيحرموا من الوظائف ثم من علاوة التعطل. وللعلم فإن أغلب العاطلين هم من السنة الذين لا يتكلمون وللأسف الشديد، بينما ينعم الشيعة بالاختيار بين أحلى وأروع الوظائف. كما قام بالضغط على الشركات السنية من خلال المضايقات والتفتيشات المتكررة، حتى قال أحد المتصلين على تلفزيون البحرين سابقا بأنه تم تفتيشه 4 مرات في شهر واحد، بينما لا تفتش أصلا المحلات الشيعية أبدا. بعد أن أوصل مجيد الشيعة لأفضل الوظائف وخدمهم أحسن خدمة ووصل للأرقام المطلوبة المؤثرة على اقتصاد الدولة، أصبح هذا الأمر ورقة مهمة يلعب عليها مجيد ومن معه. لهذا تأثرت الحركة في بابكو وألبا وأسري وطيران الخليج والمطار أبان الأزمة، وكان مجيد يرسل تلك الأرقام والبيانات أولا بأولا لقياداته كعيسى قاسم وغيره، الذي يرسلها بدوره لإيران التي ترعى هذا التقدم وتباركه. بعد أن كشفت الحكومة بعد خراب البصرة بأن مجيد ضالع بشكل كبير في المؤامرة، وكان يشكل محورا للعديد من عمليات الإضراب والعصيان المدني في بداية المؤامرة، تم نقله لوزارة الإسكان، وفي ظني بأن هذا النقل كان طعما لغرض كشف المخطط الحقيقي ومعرفة بعض الخيوط، لأن عملية التعديل الوزاري كانت عملية غريبة وغير مفسرة، إضافة إلى الرغبة في إبعاد مجيد عن مطبخ العمليات العمالية وزارة العمل وأرباك المخطط ولو بشكل بسيط. وبعد أن أدرك مجيد انكشافه خاصم الحكومة وانقطع عنها، فلم يكن يرغب في الاستقالة لأنه على ثغر مهم. ووردت أخبار بأنه كان يمارس عمله في وزارة الإسكان حتى بعد إعلانها المخاصمة، ومن المعلوم بأن بيانات وزارة الإسكان هي البيانات الموثوقة الوحيدة في التفريق بين العسكري والمدني. ووردت أنباء بوجود تسريبات عديدة من قبل موظفي الوزارة الشيعة حول تلك البيانات. لهذا فإن مجيد لم يضع يده على المصحف عند القسم، وهو من ساهم في تسريب تلك البيانات لتكتشف الحكومة خيانتها الأخرى التي قسمت ظهره بعد ذلك، ولتكتشف في القيادة بأن كل الأموال والهبات والأراضي التي أعطوها لهذا الخائن ذهبت هباء منثورة وصرفت في غير موضعها. فكلما تم تسمين هذا الوقت كلما زاد في أكله للمملكة لتحقيق أجنداته الخبيثة. أتمنى إخواني وأخواتي يعجبكم التغيير اللي سويناه لكم إياه. طبعا كان قصير لأن إحنا ذي الشخص ما نبي نعطيه أهمية. الدولة تبي تعطيه أهمية، طبعا هذه كيفهم، لكن إحنا بالنسبة لنا ما نبي نعطيه أهمية. الدولة عقب ما تعطيه أهمية بتي وبتقول ها وسوينا له وعطينا أهمية، وعقب قلبنا لا تقول عقب وتيون وتشكون. ترى كيفكم، إحنا اللي علينا سوينا، تقارير سوينا، مواقع التواصل الاجتماعي تكلمنا عنه، وما تم أحد ما تكلم عنه. تاريخ الأسود بروحه يشهد بهالشيء. احنا طبعا في التقرير ما تكلمنا الا يمكن عن اخر 5 إلى 10 سنوات. تاريخ الأسود بدأ حتى من السبعينات والثمانينات والتسعينات. طبعا اخواني واخواتي اتمنى ان التقرير ذي فادكم ولو بشيء بسيط، نبذه عن هذا الشخص الانقلابي الصفوي اللي يخطط كل يوم للانقلاب على الديار. اتمنى ان حلقتنا عجبتكم لهذا الاسبوع، وإن شاء الله نراكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شخبار.